بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم مع الدكتور عبد الكريم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا دكتور، تفضلوا. مرحبا يا مرحبا بكم يا هلا. في هذا اللقاء اللي عنوانه شفتوه مستجدات جديدة، والدكتور راح يتكلم كلام مختصر. مرحبا بكم دكتور. الله يبارك فيكم ويحييكم يا أستاذ حبيب، والساعة المباركة، وسعدت بلقائك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة سألتني عن علاقتي بالطالب المختار. طبعا هذا الرجل يعني كان لي علاقة أخوية فيه، واستمرت فترة طويلة، وكان يتواصل معايا وانقطع عني كما ذكرت لكم سابقا من 2 سنين، وأرسلت له يعني بعض الأشخاص وتكلموا معه، وكان يوعد ويخلف. اضطريت لتوكيل محامي، وبعد ما وكلت المحامي بدأت القضية، والآن هي في المحاكم التجارية بموريتانيا، وفي انتظار إن شاء الله الحكم بحول الله جل وعلا. وقد وصلني من يعني كثير من الأصحاب رغبة الأمانة طالب المختار بالصلح، إلا أنه لم يتصل علي إلى الآن. يعني وصلني عن طريق أشخاص رغبة بالصلح، وقال أنه سيتواصل معي، هو يعرف رقمي ورقم أبو حسين كذلك، وإلى الآن لم يتواصل معنا. وأحب يعني أقول في هذه المناسبة يعني أن الحق الذي أطلبه من الأمانة الشخصية، ولا أطلبه لا من الموريتانيين، وذكرت هذا الكلام، ولا من قبيلته كذلك. ويعني بسبب هذا الموضوع وصلني أننا يعني أسأنا لقبيلته. والله ما حصل هذا الأمر. هذه قبيلة كريمة، وهي قبيلة نصرت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أن يساء لمثل هذه القبيلة التي نصرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويعني إدخال هذه القبيلة في هذا الموضوع هذا من الخطأ، ومن ظن هذا الظن كذلك فقد أخطأ وجانب الصواب. أنا أتيت للمدينة هنا وقابلت أعيان من أهل المدينة، من رجال الدين ورجال العلم، وشرحت لهم الموضوع، وعرضت لهم جميع الوثائق والمستندات اللي عندي، حتى لا يكون في شك عند أحد في مطالبتي، وحتى يعلم الجميع أنني لم أسيء أحد، ولا زلت أقول أنها لا تزر وازرة وزر أخرى. حقي عند الأمانة أطلبه من الأمانة، والأمانة موسر ومطل الغني ضر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على السداد، والله يوفقنا وإياكم كل خير. يعني أنتم علاقتكم جيدة مع قبيلة الديبوسات؟ أبدا، علاقتي لا زالت مستمرة معهم إلى هذا اليوم، وأنا أحب الديبوسات وأحب قبائل موريتانيا كلها. لم يؤثر هذا أبدا، والله ما أثر من أجل الرأي العام، والله ما أثر ولا. وإن كان أحد سمع بهذا الأمر أنه أثر على علاقتي بالموريتانيين أو علاقتي بالديبوسات فأخطأ. هذا ما حصل أبدا. وأنا ذكرت من أول لقاء أنا أحب الموريتانيين وأحب الشناقطة، ولهم مكانة عندي كبيرة. والله يحفظكم دكتور. نحن الآن مع الدكتور عبد الكريم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختصرنا اللقاء، وفي الأخير لا نقول نوجه كلمة مختصرة في الختام للشعب الموريتاني. تفضلوا دكتور عبد الكريم. هذا الشعب الحبيب الطيب الذي يحبه في الله سبحانه وتعالى، وهو شعب صادق وشعب أمين، ولم أرى منه إلا كل خير. وكما قلت أن التصرفات الفردية هي تخص هذا الشخص بنفسه، والله لا تخص لا أفراد قبيلته، ولا تخص أسرته، ولا تخص حتى إخوانه، إنما هو تصرف شخصي يخصه هو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على السداد، ويعينه على أن يرى الحق حق ويرزقه اتباعه، والله يوفقنا وإياكم. مرحبا بكم دكتور، حياكم الله وبياكم ووفقكم الله. تحية طيبة. اللقاء كان جميل، والدكتور أنا نقول لكم محبة الموريتاني من قلبه لا زال.
نعم لا زالت، وهم إخوة لي في الله. يعني هذا ما فيه، ما عنده شيء ضد قبيلة. نعم. ولم يتصل به حتى الآن لا مانع. نعم. ولو اتصل به هو جاهز للصلح، هذا نقولها أنا. نعم. يعني واخذ منه هو جالس أمامي. الصلح خير. الصلح خير، جاهز له يعني. ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم. الله يحفظكم دكتور. خير ما نختم به آيات من الذكر الحكيم. مرحبا بكم دكتور، حياكم.